ليه بنخاف من الفشل أكتر ما بنخاف نفضل واقفين؟ الفشل مؤلم أكيد، بس في حاجات أوجع بكتير منه. إنك تفضل واقف في مكانك لمدة 10 سنين ما تتحركش من الخوف. إحنا بنخاف نخش أي مشروع جديد، بنخاف ممكن نفشل، ممكن نخسر. بس بننسى حاجة، اللي بيجرب بيتعلم. الفاشل اللي بيجرب بيتعلم من خطأ. هو في ناس ما بتجربش فاسمها فاشل هادي، محدش سامع له صوت، محدش شايفه. انما الناجح هو اللي بيفشل مرة واتنين وتلاتة، وهتفكر اللي هو نجح كده اول مرة. لا، ده فشل مرة واتنين وتلاتة واربعة عشان يوصل اللي هو عايزه. الناجحين مش اخر حاجة في الدنيا، ده كتير قوي. ولا هم فشل؟ ممكن تغير كتير. الفرق ان الفشل مش نهاية الطريق. المرة الجاية اللي هتفكر فيها هتسيب الفرصة تمشي من ايدك، اعرف اللي هي مش راجعة لك ولا هترجع لك تاني. الفرصة بتيجي مرة واحدة، لو مسكت فيها تحقق حلمك، لو سبتها حلمك كله راح. اسأل نفسك، انت خايف من ايه؟ من الفشل ولا خايف من الحكم عليك؟